السلام عليكم ومرحبا بكم في يوم جديد ووصفة جديدة من مطبخ ماري الجزائرية. ان شاء الله تكونوا بخير صحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نقدم معكم فطاير سائلة بالخضر سهلة وسريعة، وراح تهنيكم في الغداء او العشاء. وصفة غنية وتشبع. تابعوا الفيديو الاخير، راح نقدم جميع الخطوات والنصائح لنجاح الوصفة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ كأس من الماء، نضيف نفس الكأس اللي استعملته في الأول، ندير كاس حليب مع 2 ملاعق من خميرة الخبز، والماء مع الحليب اللي ضفتهم لازم يكونوا دافين بالخميرة تاعنا تتفاعل معنا بسرعة. نضيف أيضا ملعقة صغيرة من السكر ونحرك المكونات كامل مع بعض. الآن نبدأ نضيف السميد أو دقيق رطب، تقدري تستعملي الفرينة. نزيد نضيف مباشرة الكأس الثاني. سعة الكأس هي 200 مليلتر. الكأس اللي نبدأ به نكمل به، يعني ما يهمش سعة الكأس شحال فيها. نخلط الخليط تاعي مباشرة بالفوي باش ما يتعجنش معايا. بعدها نفرغه في الروبو. إلا ما عندكش البغا ميكسور، أنا ما كانش عندي، استعملت الروبو. بعد ما لاحظت انه السميد شرب معنا شويه، نضيف له 4 كأس من الماء. الان نضيف هذيك الملعقه تاع القهوه من الملح، كل واحد على حساب الرغبه تاعها، ونضيف حبه البيض ونخلطه واحد 2 دقائق او 3، ما ياخذش معنا الوقت حتى تلاحظي انه الخليط ولا ابيض كما راكي تشاهدين القوام تاعو. بهذه الطريقه راح نفرغوه ونغطوه ببابي فيلم ونخلوه يختمر. المدة أنا خليته لو طون اللي حضرت مع التكتوكة هذه اللي راح نحضروها الآن مع بعض. ناخدو حبة بصل بعد ما قشرناها وغسلناها، وعندنا حبة فلفل خضر وحبة فلفل حار، نقطعوهم كامل لقطع كبيرة هكذا، أو تقدري تقطعيهم رقيق رقيق بالموس فقط. أنا استعملت هنايا الأشواغ باش قطعتهم إلى قطع صغيرة. نحكم المقلاة، ندير فيها 2 ملاعق من الزيت، ملاعق كبيرة زيت المائدة. نضع الفلفل والبصل اللي كنا قطعناه إلى قطع صغيرة في الروبو. بعد الحبات اللي نصيبهم مازال ما تقطعوش مليح، نزيد نكمل نقطعهم بالموس باسكو يعني ما خليتهمش مدة طويلة في الروبو باش ما يترحاوناش بيا، يعني يجوا مقطعين إلى قطع صغيرة فقط. ثم نبدأ نضيف التوابل اللي هي عبارة عن الملح والكزبر والكركم مع شوية تاع العكري والحار اختياري. نحط المقلاة على نار هادئة ونخليها حتى تطيب، يعني نمزج المكونات قبل ذلك بالملعقة باش يدخلوا التوابل كامل في الخليط تاعنا، ونغطيها ونخليها على نار هادئة حتى تذبال. عندنا هنايا زيتون منزوع النواة، ما نحتاج اني نغليه، كنت حطيته يعني في الماء مع القارص وخليته في الثلاجة حتى راحت له كامل الملوحية تاعو. ناخذ الكمية اللي نستعملها ونقطعها الى قطع صغيرة ونضيفها مع الخليط تاعنا، ونضيفه 2 فصوص من الثوم. نقلب كلش مع بعض ونخلطهم ونعاود نغطيهم ونخليهم واحد 2 دقائق فقط ونطفي عليه، ما خليش بزاف. ناخذ مقدار علبة من الثوم، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، نضيفه مع الخليط تاعنا ونحرك باش يدخلوا كامل المكونات. نضيف كمية من الكزبر او الحشيشة من قطعتها رقيقة، ونزيد جبن مبشور، تقدري تستعملي اي نوع من الجبن اللي عندك. انا قبل ما نضيف هذه المكونات كنت ضفت زيتون اسود مقطع منزوع النواة وقطعته الى قطع صغيرة وضفته لداخل. المكونات اللي تضيفيهم يعني اختيارية، كل واحد على حساب واش عندها. بعد ما خمرت معنا العجينه كما تلاحظين، حيت لها البابي فيلم وضفت لها قيس مقدار 1/4 فنجان تاي يعني زيت زيتون، تقدري تكيلي بالملعقه، ملعقتين او 3. زيت زيتون راح يمد لها ريحه وطعم هايل، مي تقدري تستغني عليه وتعوضيه بزيت المائدة عادية. نضيف الآن حبة بيض يعني هكذا، وعاود ولونا 2 حبات تاع بيض، حبة درناها في الأول وحبة في الثاني. نضيف الآن هذاك الخليط اللي كان خليناه برد جيدا، ونحرك بهذه الطريقة من الأسفل إلى الأعلى باش ما تروحناش الخميرة. هاد الفطاير يجوا بزاف بنان، مع تقدري تقدميهم مع شوربة أو حساء تاني يليقوا في رمضان، وتقدروا تبدلوا الحشو تاعهم كيما تحبوا.
وهذا هو الشكل النهائي للخليط. باش نحضروا هاد الفطاير نستعملوا مقلاة اللي تكون ما تلصقش. انا استعملت المقلاة تاع البغرير، ودي تقدري تستعملي المقلاة اللي تحبي، او ممكن تستعملي اي مقلاة عادية، لكن تدهنيها بشويه مارغرين طيبه او زيت قبل ما تفرغي الخليط تاعك، تدهنيه بالبانسو. انا استعملت هذه المقلاة وما احتجت اني ندهنها لانه راه فيها الزيت لداخل، ما تحتاجش نضيفوا لها لدام. وتحطيها تنضج على نار متوسطه. انا استعملت غراف 1 في الكيلة باش تجي. نفرغ غراف ومن بعد نمشي بوسط الملعقة بهذه الطريقة باش ما يتقعدلناش خشينة من الوسط وتجينا رقيقة الفطيرة. كما كنت لاحظوا تحمر بلا ما نديروا لها حتى قطرة زيت. ونكمل بنفس الطريقة كامل الحبات حتى نكمل كامل الخليط اللي عندي في الإناء. وفي الأخير هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم، اللي هي عبارة عن فطائر بالخضرة هايلين خفاف. ان شاء الله تكونوا عجبتكم الوصفة وتبعتوا كامل النصائح والخطوات، واذا جربتوها اعطوني رايكم في مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهي اسفل الفيديو. وما بقى لي غير نبقيكم على خير في امان الله، والسلام عليكم.